ما تيجوا نخزن الفاصوليا الخضرا كده من السنة للسنة وتفضل زي ما هي. باجيبها ومن السنة للسنة بتفضل زي ما هي. بصوا بقول لكم خضرا وطازة وجميلة، بس أهم حاجة تجيبيها طازة، ما تجيبيهاش بايتة كده وتبقى ناشفة. تمام. هقطعها بقى وبقول لكم بصوا بقطعها، بشيل الحتتين اللي فوق واللي تحت، وبيبقى فيه كده زي شعرتين في الجنب، بس مش في كل الفاصوليا، يعني أنا بجرب اللي بيبقى فيها بشيلها. هوريكم دلوقتي. بصوا بقول لكم أهي دي فيها كده، بشيلها علشان ما تطلعش كده في البق، بيبقى طعمها مش لذيذ. هقطع بقى كده، هقشر الكمية بتاعتي وهاجي بقى كده اقطعها. هوريكم التقطيع الصح للفاصوليا، تقطعيها كده ولا تبقى كبيرة ولا صغيرة وبرده فيها لحم. بصوا بقى، هو بقرب لكم. بصوا ده الحجم شيك جدا، انا بصراحة اكلتها عند حد وعجبني قوي التقطيعة دي، من ساعتها وانا اعتمدت الايه التقطيع بتاع الفاصوليا ده. هكمل بقى الكمية دي بتاعتي كده زي ما انتم شايفين كلها بنفس الطريقة كده. لو عايزة تشيليها وهي طويلة تخزنيها وهي طويلة كده، مفيش أي مشكلة خالص، بس أنا بتبقى سهلة عليا بطلعها على الطبخ على طول. أنا بصراحة بقى دي بقول لكم أنا بيتها من بالليل لأني ما قدرتش بالليل إن أنا أعملها، ودي كده كانت لتاني يوم وطازة وجميلة. جبت الحلة بتاعتي كده فيها مية سخنة، هنزل بقى بكمية ايه الفاصوليا بتاعتي دي كده، اديها بس لمدة دقيقة. بقول لكم بصوا أول لما نزلت المية اخضرت معانا ولونها بقى تحفة ازاي. بسم الله ما شاء الله. هتخزنيها هتتعبي في يوم وطول السنة كده هترتاحي وتبقى في أي وقت موجودة عندك. احنا عارفين ان الخضار بيبقى مواسم، لا هتبقى في الفريزر بتاعك طول السنة. الدقيقة بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده، هاخدها بقى على مية ساقعة. لازم تخزين أي خضار ينزل من السخن على الساقع. زي ما انتم شايفين كده، هاخدها بقى في مية فيها تلج وهاسيبها لحد لما التلج دوت يسيح خالص والميه بتاعتي تبرد، وهي تبرد خالص هصفيها، وزي ما انتم شايفين ما اخليش فيها ولا نقطه ميه. اكياس تلاجة ونعبيها ونطلع الهواء بتاعنا ده خالص. لو سيبنا الكياس من غير ما نطلع الهواء هيعمل تلج وهتبقى مش ظريفه خالص والاكل بتاعنا هيبوظ. فلازم الخطوه بتاعت ان احنا نفرز الخضار بتاعنا او الفاكهه لازم نطلع الهواء بتاعنا ده. بصوا بقول لكم بحارب في الكيس كده بالراحه، بس مش بعجنها او ببوظها. يعني انا ضغطتي عارفه ان انا الضغطه بتاعتي هتوصل ايه. بصوا بقول لكم مفيش هوا خالص، كاني عاملاه بالمكنه اللي هي بتشفط الهوا. همسك بقى الكيس بتاعي ده كده وابطط فيه يمين وشمال لحد ما اطلع الهوا منه خالص، وبعد كده اروح جايه ربطاه. عايزه تعملي زي ما انا ما بتنيه، بس يعني انا بوريكم كده وبوريكم كده. هربطه طبعا، مش هسيب الحته دي، هتاخد معايا مكان هقصها عشان برضو شكلها ما يبقى ظريف. وكده بقى خلصنا الفاصوليا بتاعتنا في ثواني. ارتاحي بقى طول السنه لو انت زي حالاتي كده عندك مدرسه هتنفعك الخطوه دي. اشوفكم في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام.